مرحبا أصدقائي، أتمنى تكونوا بألف خير. معاكم منى من قناة منى كورنر. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. فيديو إن شاء الله حشارك معاكم فلوج لزيارتي لمطعم وكافيه سمر. طبعا اللي ما يعرفني، أنا اسمي منى، مواليد السعودية، انتقلت للصومال من فترة 4 سنين. بشارك معاكم في هذه الفيديوهات تجارب واستكشاف البلد. فاللي حاب هذا المحتوى يا ريت يضغط الاشتراك ويفعل الجرس ويشارك المحتوى مع أصدقائه، بالإضافة الإعجاب ومشاركة الفيديو، هذا بيدعم القناة كثير، فلا تبخلوا علينا فيه. طبعا المطعم أو الكافيه هو مطعم سلاش كافيه متواجد في منطقة صوبة بنادر، مقابل سوق حياة أو مقابل حياة مول. طبعا المطعم هو عبارة عن مطعم زي ما قلت سلاش كافيه، بيجلس على يعني ماخذ مساحة جدا كبيرة، جدا مميز. اخترت هذا المطعم بالذات اني اغطيه لانه في له يعني اشياء بتميزه عن باقي الكافيهات. اولا المساحة الكبيرة اللي بتكون في المطعم نفسه او الكافيه، في اكثر من جلسات. طبعا اللي بيميز هذا الكافيه أو المطعم هذا الجلسات المختلفة، فاللي يحب يدخل يعني الجلسات الخارجية يجلس في أماكن خارجية، بيكون في جلسات خارجية. اللي بيحب الجلسات الداخلية برضو حيلاقي مكان في الجلسات الداخلية. طبعا المطعم أو الكافيه جدا رائع، فيه له الديكور حقه جدا مميز ومختلف عن باقي المطاعم اللي أنا شفتها. الإضاءة فيه جدا رائعة. إحنا رحنا فترة المساء، كان الجو جدا رائع، خصوصا في الأجواء هذه الممطرة الباردة، فبيكون الجو وتجربة جدا جميلة. أنصح كل أحد في مقديشو إنه يروح يزور المطعم هذا أو الكافيه هذا. طبعا من الأشياء المميزة في المطعم هذا وعجبتني جدا اللي هي الإضاءة، نظام الإضاءة والديكور اللي عاملينه في المطعم. الإضاءة اللي هي بتكون منسدلة والإضاءة اللي بتكون معلقة، جدا يعني أنواع مختلفة من الإضاءة.
من الأشياء اللي بتميز المطعم هذا أو بتكون غائمة متواجدة في المطاعم الأماكن الترفيهية اللي متواجدة في الصومال، اللي هو وجود قاعة مخصصة للاحتفالات لعمل الزواجات أو المؤتمرات أو الاجتماعات. فبتكون هذه القاعة متاحة للي حاب يستفيد من هذه القاعة اللي بتكون متواجدة في المكان أو المطعم نفسه. المطعم فيه له أصناف متنوعة من الأكل، اللي هي الرز والمكرونة، المشاوي، بالإضافة للحلويات والكيكات، بالإضافة للمشروبات المشروبات الباردة والساخنة بأنواعها اللي بتكون متواجدة في الكافيهات. طبعا أنا نسيت هذه المرة إني أصور لكم الطلب حقنا، بس لكن كان الطلب اللي هو عبارة عن برجر مع بطاطس، بالإضافة لأنه أخذنا حلو وأخذنا مشروبين. طبعا كان جدا رائع الأكل، الأسعار كانت جدا معقولة، ما هي غالية بالمرة. فاللي بيميز أيضا المطعم إنه بيعملوا فعاليات مثل البوفيه المفتوح، بيعملوا أيضا فعاليات زي في العيد كان في فعالية بس إحنا ما رحناها، اللي هي ليلة غنائية أتوقع مع بوفيه مفتوح للشخص ب$10. طبعا إحنا ما رحنا هذاك اليوم، رحنا في يوم ثاني. فحلو إنه المطعم أو المكان بيعمل فعاليات مختلفة. ومن أهم الفعاليات اللي جذبت انتباهي اللي هي فعالية اللي هي باي بوك أو اشتري كتاب واحصل على قهوة مجانية. طبعا هذه الحملة لقيتها في كذا كافي أو كذا مطعم، حملة جدا رائعة، تشتري كتاب وفي المقابل بتحصل على قهوة مجانية أو مشروب مجاني من نفس المكان أو نفس المطعم أو الكافيه. هذه جدا فكرة رائعة ورائدة بتشجع على القراءة، وجدا يعني انبهرت فيها الصراحة. أنا ما رحت شفت، بس لكن شفت إنهم منزلين في صفحتهم على الانستغرام إعلان لهذه الفعالية. أتمنى فيديو اليوم يكون نال إعجابكم. لا تنسوا الدعم والاشتراك للقناة، مشاركة الفيديو مع أصدقائكم وسائل التواصل الاجتماعي. أتمنى تكونوا بألف خير، كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم.